السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير. كل سنة وانتم طيبين. أنا مش عارف كل سنة وانتم طيبين على ايه، بس مش مشكلة يعني. كل سنة وانتم طيبين على الدوري اللي ضاع بسبب كولر. أنا مش عارف أقول ايه بصراحة، بس هو بس في إشاعة انتشرت كده من النهاردة يعني. وقاد الإشاعة دي صحفي كبير جدا يعني، من أكبر الصحفيين في البلد وخصوصا في المجال الرياضي، ومعروف إن يعني معلوماته دقيقة جدا يعني. وكان هو الأستاذ أبو المعاطي زكي في اللايف بتاعه من شوية على الفيسبوك واليوتيوب، وقال إن مباراة النادي الأهلي وبيراميدز هتتعاد. الخطأ في تطبيق القانون، والخطأ ده يستوجب إعادة المباراة زي ما القانون بيقول. وإن الخطأ ده كان في حصول اللاعب محمد الشيبي الباك رايت بتاع نادي بيراميدز على انذارين. انذار في اللقطة الأولانية بتاعت أشرف بن شرقي، لما أشرف بن شرقي عدى من مهند لاشين، ومحمد الشيبي منعه من المرور، منعه من الرجوع بالكورة يعني في الدقيقة 40 تقريبا، 41 حاجة زي كده. والانذار التاني بعد ما جاب الجول وقلع التيشيرت، والمفروض دي طبعا هياخد عليها انذار، فالمفروض ان هو كان ينطرد والحكم ما طردوش. وهنا في خطأ في تطبيق القانون وكل الكلام الجميل ده. وطبعا انتقد الكابتن محمد رمضان، اللي هو يعني انا مش فاهم هو ماسك مدير رياضي في النادي الاهلي على ايه يعني. وانتقد طبعا كابتن الخطيب، وانتقد الفرقه وكولر وكل الكلام ده كله. واحنا يعني امبارح انتقدنا والناس كلها قالت بما فيه الكفايه يعني. ولكن بس عايزين نعرف حقيقه اعاده المباراه من عدمها يعني. هل الماتش هيتعاد ولا لا؟ هل في خطأ في تطبيق القانون فعلا، ولا الأستاذ أبو المعاطي زكي كان غلطان في الموضوع ده هو والناس اللي نشرت المعلومة أو الخبر ده؟ الحقيقة يا جماعة إن إحنا رجعنا للماتش نفسه بالتسجيل يعني، عشان ممكن يعني ما نكونش خدنا بالنا وإحنا بنتفرج على الماتش وكده. وجبنا الماتش من أول وجديد، وجبنا يعني الاحتكاكات كلها والإحصائيات والكلام ده كله. محمد الشيبي ما خدش إنذارين خالص. محمد الشيبي في اللقطة الأولانية الأستاذ أبو المعاطي زكي بيتكلم عليها وهنعرضها دلوقتي، منع أشرف بن شرقي من المرور. بالتالي الحكم حسب ضربة حرة، بس ما اداش فيها انذار. هو وجه تحذير وبس، ما اداش فيها اي انذار للشيبي. واللقطة قدامكم اهي، الحكم ما اداش اي انذار للشيبي. الحكم حسب فاول ضربة حرة لعبها حسين الشحات، والكرة عادي خالص وما تحسبش فيها اي انذار اطلاقا اطلاقا اطلاقا. في الهدف طبعا محمد الشيبي في الدقيقة 87 خد انذار نتيجة لقلع التيشيرت والكلام ده. برضو عشان نتأكد من المعلومة رحنا لموقع إحصائيات، موقع معروف يعني، هو سكور 365. وده موقع معروف بالإحصائيات وإحصائياته بتبقى دقيقة جدا يعني في المباريات سواء المحلية أو الأوروبية أو أي حاجة. وتأكدنا منه إن محمد الشيبي ما خدش أي إنذار في الدقيقة 40 ولا الدقيقة 41 في اللقطة الأولانية مع أشرف بن شرقي. ما خدش أي إنذار تماما، ده هو ولا حتى مهند لاشين اللي كان داخل معاه ما خدش أي إنذار خالص. بل بالعكس، إن مهند لاشين خد أول إنذار ليه في تدخله على إمام عاشور بعدها ب3 دقايق. فيعني والإنذار التاني برضه خده في تدخله على إمام عاشور بعدها في آخر الماتش برضه، أو في أول الشوط التاني. ودي كانت النقطة المفروض كنا نستغلها يعني. بس يعني المرحوم مارسيل كولر يعني هو مدرب عقيم يا جماعة، ومفيش منه رجا الكلام اللي احنا بنقوله ده. والإدارة خلاص قررت إن هي هتسيبه لحد بعد ماتش صن داونز، ويعني ربنا يسترها معانا يعني في ماتش صن داونز اللي جاي ده، لأن في تخوف شديد جدا عند الجمهور كله من المباراة دي. خصوصا انت هتلاعب مدرب هو لعبك السنة اللي فاتت في النهائي، مدرب تكتيكي، وهو كاردوزو كان مدرب الترجي، ويعني مدرب مش سهل يعني. فانت لازم هتعمل جيم تكتيكي وهتلعب على ملعب كويس. ما تقوليش ان احنا نلعب على غيط العنب بالظبط، لكن هو كان ملعب من ملاعب نهائيات كاس عالم 2010. ويعني مش عارف كولر هيعمل فينا ايه بصراحة يعني. ولكن لو يعني احنا لو خسرنا وخرجنا من دوري ابطال افريقيا، فالاداره هي اللي تتحمل الكلام ده كله، ويعني هي اللي هتشيل الليله نتيجه. لان هم جابوا اولا مدير رياضي ما عندوش اي فكره عن الكوره، وراجل مبطل بقاله 30 سنه وملوش علاقه خالص بالعمل الرياضي. الحاجه التانية ان هم
تلتين الموسم مفيش مدير كورة، والمدير الرياضي ده هو اللي قاعد على الدكة، وهو ولا بيعرف يحل مشكلة ولا أي حاجة خالص، ولا هو له علاقة أصلا بأي حاجة في الدنيا. الحاجة التالتة إن هي استمرت على كولر وادته الصلاحيات وادته الفرصة لحد دلوقتي. والحقيقة إن الراجل ده كان المفروض يمشي من بعد ماتش السوبر الإفريقي أو ماتش السوبر المحلي، وكنت أنت قدرت تنقذ الموسم بشتى الطرق يعني، وكنت تجيب مدرب كويس في الوقت ده. لكن ما باليد حيلة يعني، مفيش فايدة، مفيش رجا من الكلام ده كله. حتى لو كان كولر هو مدرب كويس وانت صبرت عليه بعد السوبر الافريقي والسوبر المحلي، فكان الزامي على الاداره ان هي تمشي كولر بعد ماتش باتشوكا والكوارث اللي حصلت فيه. وده خلانا اننا خسرنا البطوله، ويعني خرجنا من قبل النهائي، واحنا كان النهائي بالنسبه لنا كان اقرب من اي وقت. فما اعتقدش يعني ان كان المفروض نصبر على كولر اكتر من كده يعني. فنتمنى ان احنا نصعد من ماتش سان داونز ونصعد للنهائي ونفوز بالبطولة يعني، عشان نعمل يعني الرقم القياسي ان احنا خدنا 3 بطولات ورا بعض. ونتمنى بعد ماتش سان داونز ما نشوفش كولر في النادي يعني، لان كده كتير والله يا جماعة، كده كتير علينا. لكن يا جماعة موضوع عادة المباراة ده موضوع غير صحيح تماما 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 تماما. وان شاء الله يعني ان شاء الله هنكسب الدوري يعني ربنا يسترها. السلام عليكم.